في زمن بعيد في أرض عربية تجتاحها الرمال وتلهبها الشمس، عاشت امرأة تدعى جميلة من قبيلة عريقة، لكن حظها لم يكن سعيدا. تزوجت من رجل يدعى الضرار. كان فظا غليظ القلب، لا يعرف للرحمة سبيلا، وعندما علم بأنها حامل تغير وجهه وأظهر شرا دفينا، إذ لم يكن يريد أولادا، وكان يزعم أن الأبناء يضعفون الرجل ويشتتون تركيزه عن المجد والغزو والغنائم. ذات ليلة سمعت جميلة حديثا خافتا بين ضرار وأخيه، قال فيه بوضوح: إذا وضعت مولودها سأدفنه قبل أن يبكي. ارتعدت أوصالها، وعرفت أن الوقت لا يرحم. حزمت عباءة سميكة، وخبأت بعض التمر اليابس وسقاء ماء، وخرجت في جنح الليل تتلفت كأنها غزالة فرت من فم أسد. سارت في الصحراء بلا دليل، يرافقها القمر تارة وتبتلعها العتمة تارة أخرى. كانت في شهرها الأخير، تتصبب عرقا وتكاد تتهاوى من التعب، لكن الخوف كان يحفزها على مواصلة السير. شعرت أن الطلق اقترب، فجلست تحت ظل صخرة عظيمة، واشتد بها الألم حتى صرخت، فارتد صدى صوتها بين الكثبان. وحدها في تلك الليلة وضعت ابنها تحت النجوم وغسلته بدموعها. سمته سليما، تبركا بالسلام الذي تمنت له أن يعيشه. كانت ترتجف، ليس من البرد بل من الخوف، فقد شمت الذئاب رائحة الدم، وبدأ عواؤها يتعالى في الأرجاء. وبينما كانت تحتضنه وتحاول الوقوف، ظهرت قافلة في الأفق، قافلة صغيرة من التجار كانت تسير نحو الجنوب. لمحها أحدهم ملقاة على الرمل، فركض إليها وحملها برفق وهي شبه مغمى عليها، والطفل يئن ضعيفا بجوارها. عالجها أحد النساء في القافلة، وأطعمتها وأرضعت الطفل حتى استعادت قوتها. بقيت معهم أياما، لكن القافلة كانت تسير نحو اليمن، وهي أرادت أن تختبئ في مكان لا يعرفه أحد. طلبت منهم أن ينزلوها قرب واحة صغيرة مهجورة عرفت بها منذ صغرها. كان والدها يرعاها أحيانا قبل أن يموت. وافق التاجر الكبير بعد أن سمع قصتها، وترك لها ما استطاع من الزاد، وقال: إن عشت في هذه الأرض فستقوين، وإن كتب الله لك أمانا فسيبعث لك من لا تعرفين خيرا كثيرا. عاشت جميلة في الواحة وحيدة مع سليم، ترعى نخلة وتقتات من تمرها وتغسل ثيابها بماء البئر القريب. مرت السنوات، وكبر سليم في البرية كابن أسد، يرعى الغنم ويصطاد الطير ويقرأ النجوم. لكن ضرار لم ينسى، ظل يبحث عنها، يسأل الركبان ويتبع آثار القوافل، حتى سمع عن امرأة تعيش في واحة وحدها مع ابن يشبهها كأنما خرج من عينها. فركب فرسه وامتشق سيفه وسار نحوها. ولما وصل خرج إليه سليم، وقد أصبح فتى قويا يحمل عصا غليظة وسكينا معلقة على خاصرته. سأله ضرار من يكون، فقال: أنا سليم بن جميلة، ومن أنت لتسألني؟ صمت ضرار وتردد، فقد رأى في عيني الفتى بريق الرجولة التي لم يكن يتوقعها. خرجت جميلة من خلف النخلة، ثيابها ممزقة من شظف العيش، لكن وجهها مرفوع كالنخلة. نظرت إليه وقالت: جئت تقتل ثمرة قلبك، لقد نجا من سمك وظلمك، فاذهب ولا تفسد ما تبقى من رجولتك. لم يجب ضرار، نظر إلى الفتى مرة أخرى، ثم أدار ظهره ومضى دون كلمة. هكذا كتبت الحياة من جديد في رمال الصحراء، حيث صنعت امرأة عظيمة مستقبلا لطفلها، وكتبت فصلا من الشجاعة لا ينسى.